تخيل معايا باك يالله مات وبلاصة ما ترحم عليه وتدعي معاه تنوض تقاتل مع خوتك على الورث. هادشي اللي طرا لهاد هاد الخوت طمعوا في الملاير والعقارات، ولكن الصدمة اللي خلى ليهم باهم في الوصية غادي تخليهم يندبوا حناكهم حياتهم كاملة. بقاو معايا باش تعرفوا القصة اللي غتطير لكم الناس. طنجة، حي راقي. سكون كان تقيل في دار الحاج عبد الرزاق، مول العقارات اللي ما ليهمش حساب من طنجة حتى لمراكش. 3 أيام ديال العزاء والفيلا الكبيرة اللي بنيت على الذوق الرومي ولات قاعة ديال تمثيل درامي بامتياز. الريحة ديال النعناع والزهر مخلطة بريحة البخور الغالي كتحاول تغطي على ريحة الحقيقة المرة اللي كتشمها غير النفوس الخبيثة، ريحة الفلوس والميراث. 3 ديال الخوت جالسين في صدر المجلس، كل واحد فيهم لابس جلباب أبيض ومكحل عينيه بالسهر المزيف. كبيرهم أحمد في الأربعينات، وجهه منتفخ بالهم الكاذب وحركات يديه ثقيلة وهو كيتسنى التعازي. أحمد اللي كان دايما كيشوف راسه هو الوارث الشرعي الوحيد لعقلية باه في التجارة، كان كيتصنع البكاء كل ما دخل شي شخصية مهمة ولا شي قنصل. كل إن لله وإن إليه راجعون كتخرج من فمه بحال شي سم، حيث في قلبه كان كيحس بالعقارات اللي غادي تولي سميته فيها. متوسطهم عمر اللي صغير على أحمد بعامين، كان مهندس معماري ومتكلم على باه في كل صغيرة وكبيرة. عمر كان أقل تمثيلا، اكتفى بالصمت وبتنهيدة مرة، لكن عويناته ما كتخطاش السقف الزخرفي ديال الفيلا، كيتخيل شحال ديال الملايين غادي تدخل لحسابه من وراء هذه الجنازة. كان كيحس بالمرارة ماشي على باه، ولكن على ذاك الوقت الضائع اللي دوزو كيتسنى الفرصة باش يستقل ماديا. الصغير خالد هو الكنز ديال العائلة، مازال في آخر العشرينات، مولوع بالسيارات الفارهة وداكشي ديال البزنس ديال الشبهات. خالد كان لابس نظارات سوداء كتغطي نص وجهه، يمكن باش ما يبانش الملل اللي كيتسرب له من تحتها. هو الوحيد اللي كان كيتسارى شوية في القاعة، كيطلع على المعزين من تحت النظارات، كيطلب غير على اللحظة المناسبة باش ياخد راحته من هذه التمثيلية اللي جات على قلبه قاصحة. المعزون كانوا كيجيو في موجات، شخصيات سياسية، رجال أعمال، وجوه معروفة في المجتمع الطنجاوي، كلهم كيسلموا وكيقولوا شي كلمات على الحاج عبد الرزاق. كان رجل طيب الله يرحمه ويوسع عليه، خلف وراه رجال، والإخوة كيجاوبوا بالهز ديال الرأس والهمس ديال آمين. الليل دخل، الساعة قريب 1 ديال الليل. آخر المعزيين رئيس الغرفة التجارية خرج. أحمد وقف وهو كيتأكد بالعينين ديالو من الباب الحديدي ديال الفيلا باللي تسد مزيان. حيد الجلباب البيض برمية سريعة فوق الكنبة ديال الجلد الغالي، وعلامات ديال السخط بانت على وجهه. أحمد بالدارجة المغربية الثقيلة: وأخيرا كرهت حياتي من هاد التمثال، ظهري تقسم وانا جالس بحال شي تمثال ديال الحزن. عمر تنهد بصوت خفيف لكن بلا حزن: كون غير كملوها في أسبوع، 3 أيام بزاف، واش ظهرهم كيآلم غير من الجلسة؟ أودي حنا اللي ظهرنا تقطع من الجلوس معاهم. المهم دابا بقات لينا غير الحاجة المهمة. خالد حيد النظارات ديالو، العينين ديالو لمعات بالخبث: واش كاين شي قهوة قاصحة هنا؟ راسي دار ليا بالنعاس والسهير، وديك المرة اللي كانت كتعاود لينا على المعجزات ديال الصبر كملات ليا على الأعصاب. أحمد دار العمر بنظرة ديال اللوم: ماشي وقت القهوة يا عمر، المشكل ديالنا دابا هو التقسيم. شفتي كي جا داك المحامي؟ وجهه كله أسئلة. هادشي ديال الله يرحمه صافي سالة، دابا ندخلو في المعقول. عمر بلهجة جافة: المعقول هو اللي كنديرو فيه دابا، اللي بغيت نعرفو هو كيفاش غادي نديرو نخرجو ديك الأرض اللي في بوزنيقة من الحساب. با ما كانش كاتبها في الورقة الكبيرة. أحمد بصوت خافت وكله توجس: بوزنيقة؟ هذه هي الضربة القاضية، هي اللي كتساوى أكتر من كل شيء. با قال لي غير مرة واحدة باللي كاتبها في ورقة سرية عنده، قال باللي بغى يقسمها بالتساوي بيناتنا. خالد كيضحك باستهزاء: تساوي؟ با كان دائما حالم، أنا اللي كنت كندوز الوقت معاه، كنت كنديه للطبيب، كنت كندخل عنده فاش كنتو نتوما ناعسين. تساوي صافي ولات كلمة قديمة، أنا خاصني النص ديال أي حاجة كتدرب الفلوس. عمر وجهه حمر بالتوتر: واش ناسي باللي با كان كيخلص عليك كل شيء؟ الكريدي ديالك ديال السيارة البورش وداكشي اللي خسرتيه في القمار في مربية؟ وشنو كتقصد بي كنت كندخل عنده؟ واش ناسي السيمانات اللي دوزهم في الفراش ما قادش يوقف وكنتو كتصيفطوا غير الواتساب باش تسولو؟ أحمد كيضرب بيدو على الطابلة الرخامية: صافي ماشي وقت الحسابات القديمة،
كل شي كيعرف باللي عمرك ما كنتي راضي عليه يا عمر، وكل شي كيعرف باللي خالد كان كيقلب غير على الفلوس يا خالد. هاد الشي صافي داز خالد، مادام داز نتفاهموا على اللي جاي. انا عارف باللي باخن عنده حساب اخر في سويسرا. انا سمعته فاش كان كيتكلم مع المستشار المالي ديالو في التليفون، قال شي حاجه على وديعه الكاش. شكون فينا اللي غادي يمشي لجنيف؟ سويسرا؟ علاش ما قلتيهاش من قبل؟ هادشي كيغير كل شي. واش كاين شي وثائق هنا؟ خاصنا نقلبوا الدار كلها قبل ما يجي المحامي غدا بالصباح. احمد بعينين جاشعه: لا لا لا، المحامي ما خصوش يعرف والو على هادشي. دابا نتفاهموا غير حنا بثلاثه. غادي ناخذوا المخططات الهندسيه ديال الفيلا، غادي نقلبوا كل شي من تحت البلاكار ديالو حتى للطابله ديال الخدمه ديالو. وديك الارض ديال بوزنيقه غادي نديروا راسنا باللي ما كاين والو مكتوب عليها. المحامي غادي يقسم غير اللي كاين في السجل العام. الظلام ديال الليل كان كيبلعهم. ثلاثه الخوت جالسين فوق كنبات العزه الفاخره، ما بقاش فيهم حتى قطره ديال الدمعه. الهضره ديالهم كانت بحال شي سوق ديال السلاح، كل واحد فيهم كيحاول يغلب صاحبه ويشد اليد على اكبر حصه. نساو باللي الجسم ديال باهم مازال ما برد في القبر، نساو الرجوله ديالو، ونساو حتى الحب القليل اللي كان بيناتهم. الفلوس ولات هي باهم الجديد. خالد كيتكى على الكنبه وكيحاول يقنعهم. المهم انا غادي ناخذ هاد الفيلا ديال طنجة وال20% ديال العقارات، والجيني ديال سويسرا غادي نتفاهموا عليه من بعد. با اصلا كان كيقول ديما باللي انا اللي غادي نكون الوريث الحقيقي ديال التراث ديالو. عمر بضحكه ساخره: التراث اللي بغى يخليه هو باللي بقينا نبيعو ونشريو حتى على جثه باه. احمد ناض، الوجه ديالو كيقطر بالخيانه ديال اللحظه. سويسرا هي اللي غادي تحكم بيناتنا، ونتفاهموا على الخطه باش ما نخليو حتى واحد يعرف باللي كاين شي حاجه تما. والمحامي غدا نعطيه شي هديه باش يسد فمو على بعض التفاصيل اللي ما خصوش يعرفها. الأصوات ديالهم بدات كتعلى. النقاش ديال الملايين والأراضي اللي كان خاصو يكون مقدس ولا مجرد صفقة خاسرة وسط الليل، بلا حرمة بلا حشمة بلا رحمة. وصورة الحاج عبد الرزاق المبتسمة اللي كانت معلقة في القاعة كتشوف فيهم بعينيها الزجاجية بحال شي شاهد أخرس على هذا الطمع اللي كلا ولاده وكلا معاه حتى آخر بقايا ديال الإنسانية. الصباح دخل على فيلا الحاج عبد الرزاق وهو حامل معاه ريحة جديدة، ريحة القهوة المرة وريحة الخوف المخلط بالطمع. الإخوة بثلاثة، أحمد وعمار وخالد، كانوا جالسين في نفس المجلس اللي كانوا فيه البارح، لكن هاد المرة لابسين قمصان رسمية بدل الجلال بالبيض. العينين ديالهم كانوا كيقصروا، خصوصا بعد ما دوزوا الليل كله كيقلبوا في المكاتب والمخازن ديال باهم على شي ورقة سرية تخص أرض بوزنيقة ولا شي إشارة للوديعة ديال الكاش ديال جنيف. ما لقاو والو، وداكشي زاد في التوتر ديالهم. الساعة قربت للتسعود. المحامي اللي سميتو الأستاذ الطاهر دخل، راجل في الستينات، لابس كوستيم كلاسيكي، وجهه قاصح كيعكس سنين ديال التعامل مع هاد النوع ديال العائلات الغنية اللي كيجففها الطمع. كان هاز في يدو واحد الملف جلد غليظ بحال صندوق أسرار كبير. الأستاذ الطاهر بصوت رسمي وهادئ: الله يرحم الحاج عبد الرزاق ويوسع عليه، قبل ما نفتحوا الوصية ضروري نحترموا هاد اللحظة. نطلب منكم أولاد الحاج شوية ديال السكون، شوية ديال الاحترام لروح المرحوم. أحمد اللي كان جالس في الوسط هز راسو بهزة موافقة مصطنعة: أحمد الله يرحمه أستاذ، رحنا في قلب الحزن، لكن الواجب كيعيط. تفضل، راه ما عندي ما نخبي عليك. عمر كان كيشوف غير في الملف اللي في يدي المحامي، والتوتر ديالو كان كيخرج من أصابعه اللي كتلعب بالخاتم ديالو. خالد الصغير كان كيصفي في التليفون ديالو وكيحطو فوق الطبلة، وعينيه كيتخيلوا شحال ديال السيارات البورش غادي يقدر يشري بديك الفلوس. الأستاذ الطاهر: الوصية مكتوبة بخط يد المرحوم في الأيام الأخيرة ديالو، وفيها شروط ماشي غير تقسيم. الوصية كتفصل في الأصول اللي كاينة في السجل العقاري العام، وهي اللي غنتكلموا عليها اليوم. أحمد بعجلة كيحاول يقطع عليه: السجل العام كل شي واضح فيه، ياك ما كاين شي حاجة؟ اسمح لي يا أستاذ، شي حاجة ما مكتوباش، شي ورقة جانبية ولا شي إشارة ديال با. كيضغط على كلمة إشارة وكيشوف في عمر وخالد بنظرة تحذير باش ما يجبدوش شي حاجة. عمر بلهجة فيها شوية ديال اللوم كيجاوب على أحمد كتر ما كيجاوب المحامي: إشارة؟ لا يا خويا أحمد، با كان دايما واضح، غير اللي مكتوب بالحرف هو اللي كاين، ما كاينه لا أراضي ديال الخفا ولا حسابات ديال سويسرا، كل شي نقي قدام عينين الأستاذ.
خالد كيضحك باستهزاء. الحسابات ديال سويسرا، ضحكتيني يا عمر، بحال انت اللي كنتي كتدخل عند با كل نهار وكتسمع ليه الهضره ديالو في التليفون. با كان كيعرف كل واحد فينا علاش كيقلب. انا بعدا ما غاديش نقبل بالتقسيم العادي، انا كنت اللي معاه في الشده، ما كنتش غير كنصيفط الواتساب ونقول الله يشافي. الجو ولا حامض. الاستاذ الطاهر شد يدو على الملف بقوه. احمد وجهه ولا احمر وكيزير على السنان ديالو. صافي يا خالد، ماشي قدام الاستاذ، هادشي كلشي غنحسبوه من بعد. والاستاذ عمر راه كيعرف كلشي، كيعرف شكون اللي كان عند با وشكون اللي كان كيتسنى غير الموت ديالو باش يرجع من برا. انت اللي كنتي كتقمر في ماربيه بفلوسنا. عمر ناض من بلاصتو، الغضب كيجري في عروقه. ماربيه، انت اللي كتقول هاد الهضره، انت اللي كنتي كدير الصفقات ديالك المايله باش تضرب الفلوس على ظهر با، انت اللي كنتي كتدخل عنده بالهم ديالك باش يوقع لك على الشيكات، انت اللي ما عمرك خدمتي بعرق جبينك، غير كتسنى الورثه الشرعيه. كلشي كيشوف الحزن المزيف اللي كنتي كدير قدام الناس. خالد بصوت عالي كيتجمزهم بجوج. كلشي كيتمثل. انت يا عمر المهندس العبقري اللي كتسنى شي قطعه ارض باش تبني عليها مشروعك الفاشل وتبيعه في السوق السوداء، وحنا بثلاثه عارفين با كان كيخلص الكريدي ديال الدار اللي كتقول ديالي. انت غير قاري، اما البيزنس ديال الصح راه با كان دايما كيقول باللي خالد هو اللي ورث التراث ديالو في الشجاعه ماشي في الورقه. احمد كيضرب بيدو على الطبله حتى تحرك الملف ديال الوصيه. بركو بثلاثه، هادشي ما باغيش نسمعو. الاستاذ اسمح لينا، الاخوه تقلبوا من الحزن للتوتر، تفضل فتح لينا هاد الوصيه وريحنا. الاستاذ الطاهر اللي كان كيشوف هاد المشهد بعينين بارده حط النظارات ديالو وفتح الملف بشويه. الوراق ديال الوصيه كانت بيضه وغليظه. الصوت ديال تقطع الهدوء بالصوت ديال المحامي وهو كيتكلم رجع الاجواء للتوتر الاصلي. الاستاذ الطاهر كيقول المرحوم الحاج عبد الرزاق بعد البسمله: اولا انا عارف كل واحد فيكم علاش كيقلب، وعارف باللي فلوسي هي القبله ديالكم ماشي وجهي. داكشي علاش كلشي العقارات اللي كاينه في طنجه ومراكش والدار البيضاء غتمشي للحبس. الثلاثه ديال الاخوه تلفتوا في المحامي، عينيهم محلولين بالصدمه بحال شي واحد ضربهم في وسط قلبهم. الاستاذ الطاهر بصوت اقوى: الحبس هو مؤسسه خيريه كيختارها القانون. الشرط الاول، حتى واحد فيكم ما غادي ياخذ حتى ريال حتى يكملوا الاخوه بثلاثه مهمه وحده. الهدوء رجع، لكن هاد المره هدوء ديال صدمه كبيره. النظرات ديالهم تحولات من الطمع للرعب. أنت راوي قصص محترف ومختص في سرد قصص الرعب، الغموض والماورائيات. مهمتك هي كتابة وسرد القصص بالدارجة المغربية الأصيلة والطبيعية، وكأنك تحكيها لمستمع يجلس أمامك مباشرة. الأستاذ الطاهر المحامي حط النظارات ديالو بتأني على الملف الجلد الغليظ، وعينيه الباردة كتشوف في الإخوة الثلاثة اللي تحجروا في بلاصتهم. الحبس هي الكلمة اللي بقات كترن في القاعة بحال شي ضربة ديال الرعد. أحمد بصوت كيتكسر وكيحاول يضحك ضحكة صفرة: حبس مؤسسة خيرية، ياك أستاذ كتهضر على المؤسسات الخيرية اللي كان كيعطيها با دايما شي حاجة صغيرة، ياك مش كل شي العقارات ديالو. عمر ناض وجهه صفر بحال الحيط: أستاذ أنا مهندس معماري وعارف السجل العقاري، هذه الهضرة ما كيناش، العقارات مسجلة باسم الحاج عبد الرزاق، ما يمكن يبيعها كلها بلا ما نعرفه. كيفاش؟ خالد هو الوحيد اللي بقى جالس، عويناته محلولين بالزاف والغضب بدا كيتسرب له من الصدمة. وديعة الكاش ديال سويسرا ياك با ما قسهاش، هديك ما دخلهاش في العقارات، ياك أستاذ. الأستاذ الطاهر بصوت هادئ ومحايد بحال شي قاضي كيقرأ الحكم الأخير: سيدي أحمد، سيدي عمر، سيدي خالد، الوصية كتفصل كل شي، لكن قبل ما نكمل المرحوم ترك لي وثيقة إضافية طلب مني نقراها بالحرف في حالة ما كانت الصدمة قوية عليكم. هذه رسالة بخط يده. جبد المحامي ورقة مطوية بعناية من وسط الملف وهي كترجف شوية في يده. السكون رجع تقيل بالزاف حتى ريحة القهوة ولت كتشم بالقوة. الأستاذ الطاهر كيقرأ بصوت واضح والدارجة ديالو لقية كترن في القاعة: أولادي، يا أولادي اللي سميتهم أحمد وعمر وخالد، كنتوا كتحسبوني غبي، ياك؟
كنتوا كتظنوا باللي ديك السيمانات ديال المرض اللي دوزتها اللي كنتوا كتصيفتوا فيها واتساب باش تسولوا ولا كتجيوا تمثلوا قدامي 5 دقائق كنت غافل عليها. كنت كيشوف كل شي من الفراش ديالي، كيشوف الكلبة ديال أحمد اللي كانت كتجي تتكلم معي غير على الصفقات الميلة اللي بغاني وقع عليها، كيشوف الحقد ديال عمر اللي كان كيتسنى الموت ديالي باش يبني مشروعه الفاشل على أرض بوزنيقة اللي كنت عارف باللي ناوي يبيعها في السر، وكيشوف التبذير والضحكة الباردة ديال خالد اللي كان كيحسب شحال ديال البورش غادي يقدر يشري من فلوسي من ورا العزا. الورقة اللي في يد الأستاذ الطاهر بدت كترعد مشي من يده ولكن من الرعب اللي بان في وجوه الإخوة. أحمد جلس على ركابيه وعمر ضرب الطبلة بزيرو وخالد حط يديه على وجهه بحال شي طفل كيتخبى من العقوبة. الأستاذ الطاهر كيواصل القراءة: فلوسي اللي جمعتها بعرق جبيني ما غادي نخليها تطيح في يد شي واحد فيكم. العقارات اللي كاينة في السجل العام راه كلها تباعت في الشهور الأخيرة قبل ما المرض يتغلب عليا. بعتها في السر ودرت ليها تبرع كبير لجمعية الأمل للأيتام اللي في الدار البيضاء. هديك هي وديعة الكاش ديالي. أولادي مشي في سويسرا ولكن في بلادي وفي ولاد بلادي اللي ما عندهم شباهم. الصدمة كانت بحال شي سيف قاطع. أحمد ناض وهاجم المحامي كي غوت بالدارجة اللي مخلطة بالهستيريا: كذوب، المحامي انت مشترك معاهم، انت اشتريت كل شي رخيص، فين هو السجل؟ فين هي الوثائق؟ الأستاذ الطاهر وقف وعويناته كيقصاحوا: كل شي قانوني سيدي أحمد، كل شي موثق. الوصية كتقول باللي الوريث الشرعي لولادي هو التراب اللي غادي يخدموا فيه بجهدهم. الفيلا اللي احنا فيها ديال الطنجة كتبتها على سمية الخدام ديال الدار اللي بقاو معي في مرضي. الشرط الوحيد اللي بقى في الوصية هو المهمة اللي قلت لكم أنكم ترجعوا لمدينة مكناس فين بديت أنا وتشتغلوا لمدة عام في الحبس المؤسسة الخيرية بلا حتى ريال. وهذه هي المهلة الوحيدة اللي ممكن تخليكم تاخدوا حتى الفتات اللي بقاليكم من شي أرض صغيرة في النواحي. لكن هادشي ما غادي يسد حتى الكريدي ديال البورش ديالك يا خالد. خالد طاح على الكنبة كي يضرب بيديه على راسه، وعمر خرج من القاعة بحال شي مجنون كي يغوت كي يحطم الكراسي. أما أحمد كبيرهم اللي كان كي يحلم يكون الحاج عبد الرزاق الجديد فلقى راسه كي يبيع الخضرة في واحد سوق شعبي كي يتسنى غير شي واحد يبيع له شي حاجة بالكريدي. المهمة ديال مكناس كانت بحال شي كابوس ثقيل، لكن كانوا مضطرين ليها باش ياخدوا حتى هديك الفتات اللي بقى. 3 أخوت اللي نسوا الحب والرحمة في قلوبهم لقوا راسهم مضطرين يشتغلوا بجهدهم باش يعيشوا كي يحسوا بالوحدة ديالهم، وكتبقى في قلوبهم غير صورة باهم المبتسمة اللي كانت كتشوف فيهم من وسط القاعة اللي ولت ديال الغرباء. العبرة: الفلوس كتخلي الرجال يتغيروا، لكن الميراث الحقيقي هو اللي كتخليه في ولادك من حب وإنسانية، مشي من عقارات وفلوس. داك الشي اللي كيجي بالمال كيطير مع المال، لكن اللي كيجي بالجهد كيقعد في الحياة.